انت ما كتفشلش في التعلم ديال اللغه الفرنسيه بسبب انك ماشي ذكي او لا اللغه صعيبه الى اخره، ولكن كتفشل لانك كتعلم بالطريقه الغلطه. وانا متاكد بان 90% اللي كيتعلموا اللغه الفرنسيه كيتعلموها بطريقه غلطه، واللي ممكن تكون انت واحد منهم. والدراسات مؤخرا اكتشفت او بينت بلي ان الطريقه باش كنتعلموا اللغه او الطريقه اللي علمتنا بها مدرسه اللغه للاسف هي ابطا طريقه ممكنه. واكتشفوا شي حوايج اللي غريبه واللي صدمتني انا شخصيا وصدمك حتى نتايا. واغرب من ذلك ان الذكاء الاصطناعي في هذا الوقت سهل التعلم ديال اللغات بواحد الطريقه اللي كبيره بزاف، ولكن على الاسف تنستعملوا بواحد طريقه غلطه. في الاخر ديال الفيديو نعطيك واحد الخطه عمليه تطبيقيه ما كتفوتش ساعه في النهار. الا طبقتيها لمده شهرين غتولي قادر انك تتواصل باللغه الفرنسيه مع اي واحد بغيتي. خليني نسولك، شحال من كلمه حفظتي في اللغه الفرنسيه؟ 10 20 100 1000؟ ولكن واش هاد الكلمات تقدر تطبقهم؟ كتقدر تهضر بهم؟ داكشي علاش كتلقى الاغلبيه تيقول لك انا راني كنفهم اللغه ولكن ما كنقدرش نتواصل بها مع الاخرين، وهذا هو المشكل ديالنا للاسف. واش عمرك شتي شي واحد مثلا انت ملي كنتي صغير واش كنتي دارجه كيفاش تعلمتيها؟ واش كنتي كتحفظ تدير التراديكسيون ديال الكلمات ولا شنو كدير؟ واش كنتي كتعلم الغرامير الكونجيزون التصريف ديال الافعال؟ لا، الطفل بكل بساطه كيتعلم لغه عن طريق التكرار، يعني كتسمع كتكرر كتغلط وكتحسن وانت غادي. يعني بمعنى اخر اللغه راه ماشي ماده دراسيه، اللغه راه مهاره كتكتسب. كاين فرق كبير ما بين المعرفه وما بين المهاره. انك ممكن تقرا كتاب 20,000 كتاب ديال السباحه ولكن ملي غتنزل بيسين ما تعرفش تعوم وغتغرق. دابا السؤال اللي كيطرح نفسه هو كيفاش اصلا الدماغ ديالنا كيتعلم اللغه؟ كما قلنا الطريقه باش تعلم اللغه الفرنسيه او لا اي لغه في المدرسه غلطه، واللي كتحاول تتعلم بها حتى هي غلطه. الطريقه الصحيحه هي انك تعرض راسك لديك اللغه بكثره. كيفاش تعرض راسك؟ انك تسمع بزاف ديك اللغه، تقرا عليها بزاف، يعني تقرا بها بزاف، تحاول تهضر بها، تكتب بها. هاد 4 ديال المهارات خصك تطورهم، ودماغك لا واعيا تيولي يتفاعل مع هادشي باش يعني اوتوماتيكمون هو كيبقى يدخل هادشي لدماغك. الدماغ تيبقى يستقبلو، تيبقى يحفرو في دماغك. داكشي علاش كتشوف دري عنده 5 سنين قادر يقرا او اللي يهضر ب5 د اللغات وانت عندك مثلا 18 عام 20 عام ولغه وحده ما ضبطاش. علاش؟ لانه عارض راسو بزاف في اللغه. كتلقى الطفل هذا قادر يهضر باللغه بطلاقه ومع ذلك ما كيعرف لا اسم الفاعل لا اسم المفعول لا كونجيغيزون لا غرامير لا تخربان. بزاف اللي غيجيو غيسولني كيقول لي انا كنتعلم وكنحفظ، ماشي كنحفظهم وانما كنتعلم جمل جداد وكلمات جداد، ولكن مجرد انك كدوز نهار يومين 3 ايام كنسى. يعني شنو السبب؟ ماشي حيتاش انت غبي او لا حيتاش عندك الذاكره ضعيفه، وانما هادشي كيتفسر بكل بساطه علميا بمنحنى نيسيان اللي جابوا لنا العالم الالماني إبغارموس تقريبا ديال السميه ديالو. كيقول لك ان المعلومه ملي كتخزن في الذاكره قصيره المدى وما كدوش للذاكره طويله المدى غتمشي بمجرد ما انك تسالي الاستخدام ديالها. فبالتالي الا بغيتي تحفرها في الذاكره طويله المدى يعني في الذاكره، يعني بحال اللي قلتي ستوكاج والرام. الرام هي الذاكره قصيره المدى والستوكاج قلنا هو الذاكره طويله المدى. يعني الا بغيتي تحفرها كاين ما يسمى بتقنيه سبيسيد ريبيتيشن، يعني كتبقى تعاودها ديال مانيير يعني متباعد. يعني اليوم مثلا فهمتي واحد الجمله الصباح عاود في الليل عاودها، غدا عاوتاني الصباح عاود بالليل حتى كترسخ في دماغك وما غاديش تعاود تنساها مره اخرى. راه هذه هي الطريقه الوحيده باش كيتعلم دماغك، ما كاينش شي واحده اخرى. لكن واش التقنيه كافيه هذه؟ لا، كاين وحده اقوى منها واللي كتسمى تقنيه الاسترجاع. تقنيه الاسترجاع هي انك ملي كتقرا شي كلمه حاولت مثلا في شي كتاب، حاول تشد الكتاب وتحاول تربطها بشي قصه مثلا، حبكها في شي قصه او لا مثلا يعني تخيلها في شي سيناريو او لا قول فين ممكن نستعملها الى اخره، ولا ربطها بالمكان باش في كل مره بغيت تذكرها تحاول تربطها اما بالقصه او لا بالمكان او لا بشي شخص ما او لا بشي حاجه بحال هكا. هنا دماغك تيحاول يكون واحد الروابط عصبيه اللي عندها علاقه بهذيك الكلمه او لا بديك الجمله او لا بداك النص اون جينيرال، وهنا غادي تبقى تفكرها كل مره بهذيك البلاصه ديك الحاجه اللي ربطتيها بها. وهنا غندوزو لاهم مرحله او نقطه في هذا الفيديو هي الذكاء الصناعي وكيفاش دار واحد الثوره في مجال ديال تعلم اللغات. قبل ما يكون الذكاء الاصطناعي كنتي مثلا بغيتي تتعلم اللغه الفرنسيه او الطب يعني تبراكتيسيها كنت تحتاج لاستاذ شي صديق الى اخره. ولكن اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي شات جي بي اس تقدر تهضر معاه كواحد صاحبك بحالك بحال وتقول له علمني او عطيني قصه او ندير معاك ديسكسيون صح لي الاخطاء ديالي الى اخره. هادشي كامل غيديروا معاك وفاور ما تحط 4000 درهم ل 5000 درهم في شي سونتر ديال اللغه. وتقدر مثلا تطلب منه يعطيك نصوص يترجم لك نصوص يترجم لك كلمات يعطيك جمل اكثر استعمالا اي حاجه. شي الذكاء الاصطناعي ولا شات جي بي تي راه دار واحد التطور في مجال ديال تعلم اللغات.
في الاخير الا كنتي باغي تتعلم اللغه الفرنسيه بسرعه ما خصكش تسول راسك السؤال ديال كيفاش نحفظ الكلمات، ولكن السؤال اللي خصو يتحط هو كيفاش نعيش اللغه الفرنسيه كل نهار في حياتي، كيفاش نطبقها في حياتي. سمع عليها بزاف، يعني المواضيع، يعني الامور انت اللي مهتم بها مثلا اللي كيهمك مثلا في يوتيوب كتفرج فيهم، حاول تفرج فيهم بالفرنسي، تصنت المزيكا بالفرنسي، حاول تفكر بها، كتب بها، قرا بها. يعني جميع الحوايج اللي كدير في يومك ردهم باللغه الفرنسيه. هنا خصك تعيش الفرنسي اكثر ما انك تحاول ما ديرهاش الطريق ديال التعلم، بل ديرها مثلا شي حاجه ضروريه اللي خصك تعلمها في شهر، مثلا ان عندك انت خصك تعلمها في شهرين، عندك شي كونكور او لا مثلا باغي تمشي لفرنسا من بعد ضروري خصك تعلم. صافي ديك الساعات ملي غتولي اللغه الفرنسيه كتجري في الدم ديالك ما غاديش تتعلم غير اللغه الفرنسيه وانما غتعلم اي لغه بغيتي، لان الناس اللي فهموا هذه القضيه هذه ولا عليهم سهل انهم يتعلموا اي لغه بغاوها بسهوله، لان اللغه ماشي معرفه كتكتسب وانما مهاره اللي كتطور مع الوقت. هذا ما كنخوص في هذا الفيديو، ونشوفكم في فيديو جاي.